غموض كبير وآيات خفية. كيف اختفى النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر؟ 5 أيام مضت وما زالت قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام اللبناني أحمد علي شكر ابن بلدة النبيشيت البقاعية يلفها الغموض الكامل، ورغم تحرك أهالي بلدته وإصدارهم بيانا وكذلك صدور بيان اليوم عن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلا أن القضية لم تزل دون حل. أهالي النبيشيت اتهموا بعض الأيادي باقتراف الجريمة والتي قام بها بعض المتفلتين في وضح النهار بإخفاء شكر المعروف بخدمته للناس. أما العلامة الخطيب فقال أن تطورات الملف بلغت حداً لم يعد السكوت عنه جائزاً. معلومات أمنية أفادت أن شكر فقد في ظروف غامضة، وذلك بعد توجهه إلى مدينة زحلة بهدف شراء أو بيع قطعة أرض تعود لأحد أصحابه المغتربين من آل كساب، ويرجح أنه تم استدراجه إلى المكان قبل انقطاع التواصل معه بشكل كامل. ولا تزال الحادثة قيد المتابعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة التي تعمل على تتبع خط سيره وكشف ملابسات الحادثة.